بقالي كتير بصراحة بسمع عن البخاري. تمام، البخاري نعرف ان هو اصدق كتاب بعد كتاب الله عز وجل. بس عايز اعرف عن سيرة البخاري، مش عارف. بدور على فيديوهات مش لاقي. ايوه البخاري حلو وزي الفل وتمام، بس انا عايز اسمع عن البخاري يا جماعة. انا عايز اعرف عن البخاري. اعرف مين هيعرفني عن البخاري. مش عشان انا مش واثق في البخاري، علشان انا من حق اسمع سيرة الراجل ده كانت عاملة ازاي، خصوصا ان في شباب فاكرة ان البخاري ده كان صحابي ايام الرسول. والكلام ده مش صح. ده حد اتولد بعد الرسول بفترة زمنية طويلة. فبعد اذنكم يا رجالة مشايخ ويا دعاة، قولوا لنا عن قصة البخاري، خصوصا ان انا سمعت في خطبة المسجد عن موقف مر بيه البخاري، وموقف الألف دينار. لو سمحتم، لو ممكن الناس تطلع تتكلم عن البخاري، مش ان هو جمع كام ألف حديث، لا تتكلم عن سيرة البخاري. ولو حد عايز الإسلام خير، أو للدعوة خير، أو في رجال أعمال محترمين، أو لو في منتجين محترمين وممثلين محترمين، يعملوا قصة البخاري. مش قصة حسن الصباح، مش قصة أم كلثوم، مش قصة واحد كان عايز يهدم الدين ويعتبر صاحب جماعة إرهابية زي حسن الصباح. اتقي الله في ديننا شوية، عايزين نعرف ديننا يا جماعة.